سنين من 2015. محمد اللي هو المجني عليه عثروا على رفاته جمجمة وملابس ليه، دفنوه حي. المتهمين دفنوه حي، قيدوه وربطوه بحبل وبعد كده دفنوه. طبعا اثناء عمل الكراكات او اثناء الحفر بالكراكات على بجوار احدى الترع بمحافظه الغربيه عثروا على رفاته. الكلام ده من حوالي مثلا يعني كام شهر، ولكن هو كان متغيب من 10/9 اللي فات. ولكن محمد كان متغيب عن بيته من حوالي 9 سنوات. من 2015 كان متغيب. من 2015 ل 2023 كل ده كانوا الأسرة عندها أمل إن هي تلاقي محمد، ولكن في النهاية لقوه عبارة عن جمجمة وأشلاء ورفات مدفونة في على جنب إحدى الترع بمحافظة الغربية. معانا والدته ومعانا والده، هيحكوا لنا بقى مين اللي عمل حاجة زي كده، إيه اللي حصل. ماما البقاء لله. ونعم بالله. دلوقتي تاخدي عزا محمد؟ لا مش دلوقتي. امال امتى تاخدي عزا محمد؟ هاخد عزا محمد بقى اما الحكومه تجيب لي حق. هما دلوقتي مقبوض عليهم. ما هو مقبوض عليه. انا بس صورة محمد استاذنكم. قولي لي بقى يا ماما اللي حصل ايه؟ يعني زي ما انا قلت ان هو من 2015 كان متغيب. واحد صاحبه ولا صاحبه ولا يعرف، من العزبه برضه يعني عارفين بعض كده. جه خده من شغله، كان بيغفق في بيت عند كوبري حمدي، وخده وسلمه له. وجه يقول لي محمد الحسينه بيضربوه وجرى في الارض الزراعيه. طلعنا الارض الزراعيه دي دعكناها، خلق ما يحصل الله. دورنا في الارض الزراعيه وفي الطيارات ما خلناش، وفي الابيار اللي في الارض ما خلناش. احنا اتبهدلنا لفينا ما خلناش، لحد ما رحنا بصينا في تراب، لحد ما رحنا دورنا لحد حدود ليبيا، وهم يطلعوا اشاعات. المتهمين يطلعوا اشاعات، قاعدين للاشاعات. ده في ليبيا، ده في لبنان، ده في الحته الفلانيه، ده ابوه عارف مكانه. لقوه ازاي؟ لقوه الكراكه كانت بتفحر هناك، والكراكه قامت مطلعه الجمجمه، قاموا جايين حاطين عليها زلطه، والكراكه طلعت طين وقامت حاطه على الزلطه. فجه ابن الحلال قال لنا، قال له تعالى يا عم عطيه، تعالى ابنك ظهر. بعد قد ايه؟ بعد كام سنه يا ماما من اختفائه؟ من 3/3/2015. من 8 سنين. من 8 سنين. هم بقى كل ما يقابلوا ابن اختي يقولوا له ايه انت لقيته؟ كان راح لهم قال لهم الواد ده وديتوه فين؟ الواد ده انتوا وديتوه فين؟ قالوا له ما شفناهوش، احنا ضربناه وجرى في الارض الزراعيه. كل ما يقابلوه بقى يقولوا له ايه انت لقيته؟ مش لو لقيته. وام حسام قالت ان ابنكم طلع من عندنا، هنسيب لكم العزبه والبيت وهنمشي الحساينه كلهم، والحساينه كلمتهم واحد. دي الكبيره بتاعتهم بقى، هس يعني هس. انتوا لقيتوه ازاي بقى؟ لا انا كانوا بيحفروا بالكراكه؟ كانوا بيفحروا بالكراكه. لقوا ايه؟ لقوا الجمجمه والانعاض. جمجمه وعظم بس؟ ايه ابو محمد بقاله 8 سنين ما صلاش العيد عشان ما يتقابلش معاهم، ما كانش بيروح يصلي العيد. طب يعني هم اول ما جم قالوا لك ده في جمجمه وفي يعني حاجات خاصه، عرفتي ازاي ان هو ابنك؟ قلبي النار اللي في قلبي بردت. عرفتي ازاي ان هو ابنك اصلا؟ هو مش باين اي معالم اصلا؟ لا ده باين معالم. ايه بقى المعالم اللي باينه؟ قرطه ومناخيره المسمسمه وبقه الجميل واسنانه. محمد كان جميل
ما كان زيه حد. محمد كان جميل، وحرقوا قلبنا عليه، وحسب الله ونعم الوكيل فيه. شفت الحاجات دي قلتي ده ابني؟ اه، قلت دي الجاكيت بتاع ابني، والجمجمه دي بتاع ابني. خلاص ساعة ما شلتيه وحطيتها في حجري وغطيتها بالخمار، النار اللي في قلبي بردت. النار لا كانت تهدى ولا تطفى. الناس كانت بتنام وانا ريح الليل قاعده على السرير. يا ترى الناس دول ودوا فين؟ عملوا فيه ايه؟ طب موتوه ازاي؟ عرفت بقى بعد كده ان هو دفنوه حي؟ اه دفنوا حي، والله ابني دفنوا حي. جحود قوي. ها؟ جحود قوي. جحود، زي ما تقولوا قولي. هم مش مسلمين، مش موحدين بالله، يرضوها على عيالهم، هم يرضوها على عيالهم. ابن اختي راح لهم كم مره، انتوا وديتوا الواد ده فين؟ طب الواد ده راح فين؟ قالوا له احنا ما شفناهوش، ده جرى في الارض الزراعيه. الواد ده لو طلع من يمتنا احنا هنسيب العزبه وهنسيب بيوتنا واراضينا ونمشي. هم لازم يسيبوا العزبه. طب في يعني كلام بيتقال، هل محمد الله يرحمه كان على علاقه بزوجة المتهم؟ عايزاكي تردي على الموضوع ده. لا، ما كانش على علاقه بزوجة المتهم. الناس دول احنا جيران بس، ما احناش على علاقه بيهم خالص. كانت بتطرده؟ ايوه كانت بتطرده، كانت بتطرده في كل مكان، كانت بتطرده. زوجة المتهم. زوجة المتهم كانت بتطرده. انا عايزه اكمل مع عم الحاج، استاذنك تديله المايك. عم الحاج، يعني بقاء لله. ونعم بالله. اخيرا عرفت مكان ابنك. عرفت مكان ابنه اخيرا دفنته. اه. لا ما دفنتوش لسه. لسه ما اتدفنش؟ لسه ما دفنتوش. هو اللي متبقي منه ايه دلوقتي؟ اللي بتبقى منه لقينا الجمجمه بكمل عظام كده في ذريحته، بالحبل متكتف فيه من رقبته ومن ايديه، وكتفوه من رجليه كمان، لان اللي عندهم لا رحمه ولا دين. لان اللي عندهم لا رحمه ولا دين ولا اسلام. كفره، دوم كفره، دوم كفره ما يعرفوش ربنا. اللي يعرف ربنا يضربوه على دراعه يكسروا له رجله ويسيبوه، لكن ما يعملوش بالشكل الاجرامي ده. طب كل ده ليه؟ عالم عدوه، عالم عندها جحد، عالم ما عندهاش لا ضمير ولا دين. عاملين بتقول لي يا عم الحاج ان ابنك ما كانش له يعني في اي حاجه وحشه. احنا ناس كانت البنت بتطرده اللي هي زوجة المتهم. احنا ناس نضاف، احنا ناس نضاف، احنا ناس نضاف وعارفين ربنا. وابن كان آية من الآيات. كانت بتطرده. انا عايزه وكانت بتطرده، هي كانت بتطرده على الليل ونهار، كانت بتطرده ليل ونهار. ورحت لهم البيت، قلت لهم ابعدوا بنتكم عن ابني، كده عيب. هي متجوزه البنت دي؟ كانت متجوزه. قلت لهم كده عيب. ورحت لعمامها جنبنا في البيت. مخلفه 2 من زوجها اللي هو المتهم. من جوزها اللي هو المتهم. ورحت لعمها جنبنا في البيت، قلت له ابعد، روح لهم يا عاطف وقول لهم ابعدوا عن ابني، قول لهم احترموا نفسكم. مفيش، ما ترجعتش على حد ما جه ابني من ليبيا 5 ايام. ما فرحتش بيه، انا ما فرحتش بيه. يعني ما عرفتش اشبع منه. خطفوه مني. عملوا ايه؟ الكفر اولاد الكلب بعتوا له ابن الكلب محمد عبد الفتاح اللي ما عندوش لا ضمير ولا دين. قال له يا محمد فيه مصلحه شغل، وخده في حته مقطوعه ونزله ببنتك ترعه عشان التانيين يقولوا على رمز بيلعب في التليفون كده، لان هو موجود معايا اهو. فنزلوا عليه بقى لما عيل يعمل كده قطعوا الكهرباء كانت موجوده في الخط. المهندس بتاع الكهرباء جاي اتصل على الشركه، انت قطعت الفرع ليه؟ قال له يا عم الفرع شغال. لقوا الناس بقى واقفه في الحته دي، راح مدار العربيه ومنور في الترعه. يعني استدركوا لمكان اللي دفنوه فيه. ايوه في قلب الواقعه بالظبط اللي طلع منها. في قلب الواقعه اللي طلع منها. عملوا فيه ايه بقى؟ نور العربيه
لقاهم بقى عمالين يدوروا في الترعه لما شافوه وعارفهم، بيدوروا في الترعه كده، بيدعبسوا كده في الترعه عشان يخيلوه. انتوا بتعملوا ايه يا جماعه هنا؟ احنا بندور على حرام. ده بيقولوا كده لمحمد؟ احنا بندور على حرام. وهم كانوا خلصوا، الناس هم كانوا خلصوا بقى، حشروه في الماسوره، حشروه في الماسوره ودقوا سيخ حديد عشان ما يمشيش بحبل وزقوه جوه. الماسوره ديت بعدها اكتر من 10 متر 15 متر مواسير في بعضهم. دفنوه حي. دفنوه حي، دفنوه حي. ايه البشاعة دي؟ ابعش ما تمكني. حاجه لا عندهم لا ضمير ولا دين. عندهمش علم. انا ربيته عشان كل ده بسبب واحدة ست. عشان يساعدني. خطفوه بسبب واحدة خطفوه ست يا حاج. عشان واحده ما تشواش ثلاث ابيض. هي وضعها ايه دلوقتي؟ يعني الست دي عاملة ايه دلوقتي؟ هي وضعها ما وضعهاش حاجه. هي خلاص هو عاملة إيه يعني؟ هو الوسق، اسم الله على ايمكم، هي الوسق يعني ديت. ما خلاص حاله من الحياه ومشت عايشه حياتها. ما هي لا عندها، لا ما هي لو عندها ايمان ودين يرضوها على عيالها. ما كانتش رضتها بديه وكانت احترمت نفسها، وكانت احترمت ابنك نفسها. كنت بتقول لي كان بيمشي الناس تتفرج عليه. والله العظيم اللي عندنا القريه ابني كان بيمشي في وسطهم، كانوا كلهم بيبصوا له، بيقولوا احنا كنا بنبص على ابنك لانك ابنك كان زينة الشباب اللي كان ماشي معاه كلها. قلت لهم ما اتخطف اهو، خدوه مني، خدوه مني لحزب الله ونعم الوكيل فيهم. وانا بناشد المسؤولين، ناس محترمه، القضاء ورجال الامن كلهم ناس محترمه معايا. دي صورة محمد. ايوه طبعاً محمد مش متجوز. محمد لسه ما فرحتش بيه، كنت عايزه في نفسي ان انا اشيل عيل. عنده كام سنة؟ كان عنده 25 سنه. كان في نفسي ان انا اشيل عيل على كتفي قبل ما اموت، لكن ما فرحتش وضيعوا فرحه املي. انا ربيته وهم خطفوه، موتوه الكفر اولاد الكلب، لان لا عندهم لا دين ولا شفعه ولا رحمه. انا بطالب بالاعدام لهم، بالاعدام لهم. وبعد ما يتعدموا انت شفت الرفات بتاعت ابنك؟ يعني شفت الجمهور؟ اني لما الراجل جه قال لي انا ما بقدرش امشي عند الاعصاب، عند ما جه قال لي يا عم انا الشهره بتاعتي رضا، يا عم رضا انا لقيت محمد ابنك، فين يا ابراهيم؟ انا الدنيا بقى خلاص فتحت قدام، فين يا ابراهيم؟ بعد 8 سنين. انا بحسبه حي. قال انا لقيت ابنك الكراكه مطلعاه، رحت قاعد على الارض، رحت قاعد على الارض. قال لي ما تقعدش اجري. انا دورت اكني لسه عندي 15 سنه، انا خدتها جري هناك، وقال لي اللي جيلك هناك شق نصين. انا قعدت لقيت الدنيا بقى ما فيش 10 دقايق، رحت رن على الاستاذ محمود، الدنيا اتقلبت كلها، الامن لقيت ايه بقى؟ اللي شفته ايه؟ احنا عمالين نفحر ونيجي وبتاع ده. شفت ايه؟ يعني شفت جمجمه وايه كمان؟ جه الجمجمه وبقيه العظام والسويتر بتاعه اللي كان نازل من ليبيا بيه، السويتر بتاعه والحبل السيخ الميت المجاري كلت السيخ من صرف الترعه دي، ميت مجاري كلت السيخ، والترعه في السمك كلوا 8 سنين مدفون في المكان ده. في المكان ده. لو دفنونه بره في الترابه ما يتاكلش كده، وعظمه كان يبقى ابيض. لكن ولاد الكلب عارفين ان فيه ميه مجاري، وميه المجاري دي بتاكل الحديد. عم الحاج، يعني احنا هنتابع مع استاذ محمود ماشي. عشان نعرف الاجراءات القانونيه اللي حصلت. ماشي اتفضلي يا استاذ.